أهلا بكم في قناة حكاوي الغلابة. القصة الكاملة في أزمة إعلان أبو تريكة. اسمع التفاصيل واسمع الحكاية بعد الفاصل، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة. عمرو أديب يشن هجوما حادا على أبو تريكة، والخطيب لمشاركة تريكة في إعلان القلعة الحمراء لاستاد الأهلي. عمرو أديب اللي بيهاجم أبو تريكة وبيقول عليه إنه مش وطني. أبو تريكة رفض الجنسية القطرية ورفض إنه ابنه يحصل على الجنسية، بينما عمرو أديب ذات نفسه هو اللي مفكر نفسه وطنه زيه، زي غيره من الممثلين باسوا أيادي تركي الشيخ عشان يحصلوا على الجنسية السعودية، وفي الآخر يهاجموا أبو تريكة. تعال معايا كده شوف كلام الإعلامي عمرو أديب على كابتن محمد أبو تريكة في إعلان أبو تريكة الجديد. ابو تريكة ارهابي ولا مش ارهابي؟ يوم احنا عندنا راجل عليه قضايا كل يوم يقول لك انه بيمول الناس، انه هو بيعمل. دي الدولة بتقول لنا مش هتعلمنا احب مصر ازاي؟ رد ناري من ابو تريكة على ازمته في اعلان القلعة الحمراء. هذا ما قاله ردا على احمد موسى وعمرو اديب. حسم محمد ابو تريكة نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق الجدل المثار حول مشاركته في الاعلان الترويجي لاستاد القلعة الحمراء الجديد بتصريحات قوية ردا على الانتقادات التي طالته. وشهد الإعلان ظهور أبو تريكة إلى جانب مجموعة من أساطير النادي الأهلي، ما أثار تفاعلا واسعا بين جماهير النادي الأهلي وسط جدل حول مشاركته، إلا أن نجم الأهلي السابق خرج عن صمته مؤكدا أن حبه لأهلي ومصر ليس محلا للمزايدة. عظمة الإعلان الأعظم لرمضان السنة دي وصل وجود أبو تريكة وظهور والدة كابتن عبد الوهاب وزوجة كابتن ثابت وتخليد ذكرى الشهداء. كل تفصيلة في الإعلان روعة روعة روعة. كنا مستنيين نشوف حاجة زي دي من زمان، ويكون موجود فيها ابن مصر وابن الأهلي أبو تريكة. إعلان جميل وعظيم بكل تفاصيله من القلعة الحمراء ومحمد كامل. من ساعة إذاعة إعلان أبو تريكة واجهت الإعلان وصفحات كتير جدا بتهاجم الأهلي وبتقول فين الدولة من الإعلان ده، ومنتظرين رد رسمي من الدولة، ومنهم اللي طلب إدراج النادي الأهلي في قوائم الإرهابيين. ده غير عمرو بولة اللي كان عامل مناحة في البرنامج بتاعه. العجيبة إن الناس دي ما فهمتش رسالة صح. يعني إيه إعلان زي ده يتم إذاعته على قناة معروف إنها لجهات بعينها في الدولة؟ والأعجب أن كل هذه الصفحات وكل اللي هاجموا الأهلي ناسين إن محكمة النقد في مايو 2024 ألغت قرار قضائيا كان يقضي بإدراج لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة ومعه أكثر من 1500 شخص على قوائم الإرهاب. يعني محكمة النقد رفعت اسم أبو تريكة ومعه 1500 شخص من قوائم الإرهاب بعد توقف نشاطهم الذي اعتبرته الدولة لا يشكل تهديدا لها. يعني حكم قضائي بات ونافذ. رأي ايه اللي مستنيه من الدولة بعد حكم القضاء؟ مش هطول عليك في الفيديو ده، بس اللي انا عايز اقوله ابو تريكة رفض ياخد مقابل اعلان استاد الاهلي الجديد، رغم ان كل زملائه اخدوا المقابل، وقال بالحرف الواحد محدش يكلمني عن مقابل للنادي الاهلي وجماهيره. واخر كلامي، لو عجبك الفيديو ادعمني بالاشتراك في القناة.